السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. تأهل تاريخي للمنتخب العراقي لدور 16 من كأس آسيا 2024، متصدرا مجموعته بالعلامة الكاملة 9 نقط بعد تحقيقه الفوز على فيتنام في مباراته الأخيرة في دور المجموعات، عشان يكتب المنتخب العراقي تأهل تاريخي بالعلامة الكاملة ويتصدر مجموعته اللي فيها اليابان وإندونيسيا وفيتنام، واللي هتكون مباراته إن شاء الله يوم الاثنين في دور 16، واللي مع تأهل المنتخب العراقي متصدرا لمجموعته بالعلامة الكاملة، ففي نفس الوقت حقق تقدم كبير جدا على مستوى تصنيف المنتخبات. ففوز المنتخب العراقي النهاردة على فيتنام ضاف لرصيده 11 نقطة في تصنيف المنتخبات، واللي معناه تقدمه عن آخر تصنيف رسمي 5 مراكز، عشان يصبح رسميا في المركز 58 على مستوى العالم، متخطيا فنلندا وبوركينا فاسو وإيرلندا. وكان المنتخب العراقي في المركز 63 على مستوى العالم في آخر تصنيف رسمي. فنتمنى إن شاء الله المنتخب العراقي يكمل مسيرته التاريخية في كأس آسيا وجميع المنتخبات العربية، واللي هنكون على موعد مع مواجهات حاسمة في دور 16. قولوا لي ايه توقعاتكم لمواجهات دور ال 16 والمتأهلين لدور الثمانية. مستني رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات، وشكرا للمتابعة وسلام.